في شاب كتير فقير خطب بنت كان بيحبها، بس بيوم من الايام كان في الشارع عمل حادث سيارة. صاحب السيارة نزل وكانت بنت، فشالته واخدته على المشفى. الدكتور قال لازم نقطع رجله اليمين. كانت البنت كتير غنية، قالت ماشي يقطعوه على حسابي، ده اقطع كل المصاريف. اليوم الثاني قطعوا له اجره. فلما حبيبته سمعت انه قطعوا له اجره قال انا ما بدي اياك، انت واحد معاق. البنت الغنية كانت وحدة مطلقة بس كتير غنية. لما شافت انه حبيبته تركته لانه هو معاق زعلت عليه كتير. لما الشاب سمع انه حبيبته تركته زعل كتير وصار يبكي. البنت قالت لا تبكي، انا بدي اتزوجك. الشاب قال كيف يعني؟ قالت حبيبتك تركتك، انا بدي اعوضك على هذا الشيء، انا بدي اتزوجك وانا كتير غنية على فكرة. الشاب قال ماشي، بكره رب العالمين عوضني. تجوز هي البنت الغنية وعاش حياته مبسوط. قال الحمد لله رب العالمين اخذ مني شيء وعطاني كومة اشياء. حبيبته الاولى تزوجت واحد وبعد فترة طلقها. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عاد في ولد عمره 20 سنة وساكن مع ابوه. بيوم من الايام قال لازم اسافر على اوروبا لحتى اصير غني. سرق مصاري من ابوه وسافر على اوروبا. لما صار باوروبا اكتشف انه ما بيعرف حدا نهائيا. صار ينام بالشوارع وبالحدائق. بعد 3 ايام صار ياكل من الزبالة. قال هي الحالة مو حالة، لازم اسرق لحتى اصير غني. صار يسرق الناس بالليل لما يكون ما في حدا. صار كل يوم يشلح الناس. بعد ما صار معه شوية مصاري صار ينام بالفندق. بالفندق تعرف على امرأة عجوز عمرها 60 سنة. عجوز حبته مثل ابنها، بس هو شاف معاها ذهب كتير ومصاري كتير، قال هي أحلى صيدة. فصار كل يوم يروح لعندها ويخدمها. بيوم من الأيام هي العجوز ماتت. فأجوا الشرطة، قال مين في لهون؟ والله في ولد هون كان هذا ابنها. جابوا ابنها، قال أمك أو ستك ما بعرف ميتة وهي المصاري كلها لإلك. هذا الشاب عرف إن هن مخربطين، أخذ المصاري وسافر على بلده. عادي. في امرأة وابنها عم بيمشوا بالشارع. اجت سيارة مسرعة وعملوا حادث سيارة، بس قبل ما تنصدم السيارة في الأم حضنت ابنها وساوت حادث. الأم دخلت في غيبوبة وابنها ما صار معه شيء. فأخذوا الأم على المشفى لحتى يعالجوها. أخذوها على كل بلدان العالم بس ما صحت من الغيبوبة. لما ابنها شافك قال أحسن شيء أتجوز حتى زوجتي ترعى أمي. راح تزوج وصارت زوجته تخدم أمه وتخدمه. بيوم من الايام زوجته عصبت، قال انا ماني خدامه عند امك، طلقني. زوج عصب عليها كثير وضربها وصار بيناتهم مشاكل. كانت امه في البيت بس بغيبوبه. لما الام سمعت صوت ابنها عم بيعيط وعم يصرخ فتحت عيونها، قالت ابني شوفي. هون ابنها عارف المشكله مع زوجته وراح شاف امه. حكى مع الدكتور، قال تعال بسرعه. لما اجى الدكتور قال مبروك، امكم بعد اسبوعين 3 بترجع مثل الاولي. ابنها فرح كثير وقال لزوجته شكرا، هي المشكله كانت سبب شفاء امي. إن بعد العسر يسرا. عادي. في بنت هربت من بيت أبوها لأن أبوها كان قاسي معاها. راحت لعند رفقاتها وعاشت عندهم، بس كانوا أصدقائها أصدقاء السوء. بعد فترة قالوا لازم تلاقي لك شغل تشتغلي فيه. قالت ما عندي لا مصلحة ولا شهادة. قالوا في عصابة تشتغلي معاها إلها راتب كتير حلو. قالت ماشي. راحت عند العصابة، قال شو هو الشغل؟ بدنا إياك توقفي في الشارع وتوقفي السيارات وتركبي معاهم. بعدين توديهم على منطقة ما فيها حدا، نحن بنهجم عليهم بنسرقهم. البنت قالت ماشي. صارت توقف السيارات وتركب معاهم ويسرقوا الناس. بيوم من الأيام وقفت في الشارع، وقفت سيارة حديثة. كانت هي السيارة لواحد مسؤول في الدولة وعنده مرافقة وراه. ركبت معه واخذته على محل ما فيه حدا. لما وقفوا السيارة هجموا على العصابة وكمشوا المسؤول. بس كانوا المرافقة وراه كمان هجموا عليهم وكمشوهم كلياتهم. حطوهم بالسجن كلياتهم وحكموا على البنت 10 سنوات. البنت عرفت ان ابوها كان قاسي معاها مشان مصلحتها. عادي. الو ابني حبيبي، ابعت لنا مصاري، صار في عنا زنزال. ماشي بابا، انا بعت المصاري، روح على المكتب واستلمهم. ماشي ابني، يعطيك العافية. السلام عليكم معلم، وين المصاري اللي بعتهم ابني؟ تفضل عمو، هدول هنين. الحمد لله جاني مصاري حق اكل وشرب. واقف عندك يا حباب. شوفي مين انتو؟ نحن عم نحمي هاي المنطقة وبدنا منك نص المصاري 50-50. يعني انتو حرامية؟ لا نحن مو حرامية، نحن حرامية مؤدبين. ما بدي اعطيك المصاري، هدول المصاري لإلي. عمو اعطينا اياهم احسن ما نقتلك ونسويك من ضحايا الزنزال. هلا هاي الولدات الحرام وين جبتوها انتو؟ عمو هاي ولدات الحرام اللي عنا جبناها وراثة من ابونا. معناها انت ابن حرام صافي. يا عمو انا ابن حرام صافي وأصنص بالحرام، اعطيني المصاري. عادي. لما يجي لعندكم ضيف يجيب ابنه معه. عن جد اقتصاد البلد هالفترة شوي متحطمش. عمو
لازم نحن نطنش على هذا الشيء ونستمر بحياتنا. عمو والله وحياتك ما صار معي شيء هيك نهائيا، انا لحالي رحت عنده. عمو تعال عندي غرفة الثانية بدي افرجيك الالعاب. ماشي عمو؟ اكيد خلاص بدي يلعن وشك، اكلت خلاص زيادة يا خلاص. عمو تعال خذ ابنك على مشفى طبع الدرج. العمى عادي. في واحد كتير فقير وبيشتغل في سوبر ماركت، بيوم من الايام فات على البيت شاف غرفة النوم مسكرة، قال عند الاولاد قال وين امكم؟ الامنا بغرفة النوم. لما كسر الباب شاف زوجته عم تخونه، ضرب زوجته وضرب الرجال اللي كان معاها، اثنين كمان ضربوه وهربوا. هذا الرجال راح لعند ابوه ولعند اولاد عمامه قال لازم نخصوا العارضة. راحوا على بيت هذا الشاب لحتى يقتلوه. ابوه للشاب قال يا جماعة سامحوني وابننا غلط وبعطيكم اللي بدكم اياه، تعطينا $100,000 وتطلع من المنطقة نهائيا. فأبوه قال ماشي، عطاه المصاري وغادروا المنطقة كلها. وبعدين راحوا على بيت أبوها لزوجته. لما أبوها سمع بالموضوع قال أنا بتبري منها. زوجها قال يا جماعة أنا أخذت حقي خلاص وهي طالق، ما بدي أقتلها، شكيتها لله. بعد فترة راح تزوج وحدة أرملة لحتى تربي له أولاده. طلعت هي الأرملة غنية وهو كمان صار غني. وإذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه. عادي. لما ترسب في المدرسة وتخبر أبوك ابني شو صار معك؟ الله نجحت بالمدرسة؟ لك خير يا ابني ايش في؟ بابا صديقي رسب بالمدرسة فأبوه ضربه وقتله والله هو بالسجن. لا لا لا، لك حدا بيقتل ابنه من لحمه ودمه مشان نتائج الامتحانات؟ بابا عن جد عم تحكي؟ طبعا يا ابني الابن ما بتعوض. ماشي بابا إذا هيك بابا أنا رسبت، بس أبونا صديقك كان معه حق، تعال عني. وعلى آله وصحبه وسلم. الو يا ابو شريك، ماشي تعال لعندي بعد نص ساعة. ماشي باي. شو بدك؟ مو انت قلت لي تعال لعندي؟ قلت لك تعال لعندي بعد نص ساعة مو بعد نص ثانية. شفت حالي قريب من هون جيت لعندك. ابوي وامي لسه ما طلعوا من البيت عم جهزوا حالهم. يا خلي يطلعوا ابوك وامك عم يستنوا ياخذوا امر مني يعني؟ على فكرة انت واحد كتير وقح، تعال برا شوي. عرفت من هذا الموضوع، شو طابخين اليوم؟ طابخين تفضل استنى برا. هي أكلة جديدة يعني؟ ماشي أنا بدي أكلها، لك أنا ماني مجهز حالي كمان، بدي أتحمم بدي أغير لبسي، روح اتحمم عم تستنى تاخذ أمر مني يعني؟ ماشي تفضل يا ابني روح اعمل اللي بدك إياه. ما فيني أغير لبسي أو أتحمم يكون واحد غريب موجود بالبيت. إيه والمعنى شو بدك؟ المعنى أطلع لبرا. على فكرة صار نص ساعة عم بحكي معك يعني صار الموعد، السلام عليكم. اسم قناتي مستر عادي. عادي. في واحد فقير عنده سيارة قديمة وكتير جربانة، فبيوم من الايام راح ضرب سيارة واحد، بيوم من الايام عمل حادث مع واحد سيارته BMW X Max فوكس. الفقير راح لعند الغني قال انا اسف كثير خلص بدي اصلح لك السيارة. الغني قال لا لا تصلح لي اياها، بدي اياك تجيب لي واحدة ثانية مثلها جديدة. الفقير قال انا ما عندي مصاري، شو اسوي يعني؟ قال ما عندك مصاري في قدامك محاكم والشرطة بخبرهم. الفقير قال خلاص بدي ابيع كل املاكه واجيب لك السيارة نفسها. راح باع سيارته وباع بيته لحتى يوفي الدين. كان قيمة سيارة الغني $50,000. الشاب راح لعنده قال عمو لا تواخذني، تجمع معي $30,000 بصير؟ الرجال قال انا ما بدي مصاري، انا بدي سيارة جديدة مثلها. الشاب قال ماشي وراح تدين مصاري. فلما راح يشتري سيارة تفاجأ انه سعرها صار 10,000، مو كان سعرها 50,000؟ فشركة السيارات قالوا صح بس امبارح نزل الدولار وصار حقها 10,000. الشاب رجع سيارة الرجال وصار غني، الطمع ضر وما نفع. لما تحكي سرك لزوجتك حبيبتي انا بدي اموت بس في عندي سر بدي احكي لك اياه. حبيبي لا تموت الله جاي الدكتور، بس شو هو السر؟ حبيبتي انا متجوز عليك وعندي اولاد منه. شو متجوز علي؟ متجوز عليكي واخذ لها بيت لحالها كمان. انا لما تجوزتني سكت مع عمك 20 سنة وهي اخذت لها بيت لحالها؟ ايه وسامحيني كتبت لها نص البيت باسمها. ها اجى الدكتور، وين المريض؟ دكتور تعال بسرعة بده يموت بين ايدينا. لا تخافوا ما راح اموت انا بدي اشفيه. دكتور انا بدي اموت مو بس خليني اشوف تحت امك. لا تطمنوا ما في شيء، هو صار معه اسهال بمخه. يعني ما راح اموت دكتور؟ لا ما راح تموت. دكتور ما بصير هيك، انا لازم اموت اليوم، انا حكيت كل اسراري لزوجتي، بطلع شي بايدي، انت ما راح تموت. ايش دكتور الله معك، بقعد تعال انا مشان التعزية. الله يرحمه. عادي. لما تبرق مع خالتك حبيبي انت لساتك بتشخ تحتك؟ خالي لا انا متجوز. ما شبهي تمزح معك ابني، هي خالتك ومو هالمزح. خالته انت شو كان اسمك امبارح؟ كان اسمي عبد الله خالي. وهلا شو اسمك؟ وما شو طاول زباله.
عادي عادي، هي خالتك. صحيح شو بدي اسالك اختي، لسه عم تطعمي ابنك حليب؟ يا اختي لا، في طمطم من زمان. ما شاء الله والله كبران كمان. بيبي عم تلبس حفوضات؟ قال لي لا خلص انا كبرت ما بقى البس. والله كبران ما شاء الله. قال لي بدي اسالك سؤال. تفضل حبيبي اسالني. قال لي انت زمرة دمك او اسهال؟ عيب لك، عيب عيب عيب، ما حكينا شيء. اما ابوك يبعث لك تجيب لحمه، ابني روح جيب لنا كيلو لحمه روح. بابا كل مره انت بتجيبها، روح انت جيبها. ابني لا اليوم حاسس حالي شوي تعبان، خذ المصاري. شو هاد بابا 10 ليرات؟ ايه ابني روح جيب كيلو لحمه وتعال بسرعه. بابا بس كيلو لحمه الخروف 50 ليره، مين قال لك بدي لحمه الخروف انا؟ بابا شو اجيب لك كان لحم جحيش؟ ايه عادي شو يعني لحم جحيش طيب. بابا لا لحم جحيش بيطاول نهائيا. ليش انت بتعرف طعم تمك؟ بابا ايه بعرف طعم تمي. لك حاجتك كذب ابني، صار لي سنه عم بجيب لكم لحم جحيش وما عم تعرفوه، هلا بدك تحكي يعني؟ صار لي سنه عم باكل لحم جحيش؟ عادي. لما تنسى تكتب الوظيفة والاستاذ يضربك 10 عصي. عبد الله استاذ جاي اليوم؟ لا اليوم غايب مو جاي. لك يس الحمد لله اليوم مو جاي. لك عم بمزح معك يا زلمه، الاستاذ جاي هو تحت. لا تقول انا لله وانا اليه راجعون. لك خير ايش في؟ لك مالي كاتب الوظيفة يا زلمه. ايه عادي شو هالشغله العظيمه يعني؟ لك امبارح استاذ قال لي ما يكتب الوظيفه بدي اضربه 10 عصي. إيه كتير منيح، هلا بدي احكي للاستاذ لحتى يضربك. لا تقول له امانه بعطيك 5 ليرات. لا بدي احكي له خليه يضربك. يا طلاب مين مو كاتب الوظيفه؟ استاذ هذا مستر عادي مو كاتب الوظيفه. ماشي جهز لي حالك. وانت اعطيني الوظيفه. اتفضل استاذ. لك شو هاد الدفتر فاضي؟ لعم انا كاتب الوظيفه على دفتر الثاني؟ استاذ نسيانه بالبيت. نسيان دفتر عم تفسد على صديقك بدي اضربك 20 عصايه. عادي. لما تحكي لابوك وامك بدك تتزوج. ماما انا قررت بدي اتزوج. حسبي الله ونعم الوكيل. الف مبروك يا حبيبي يوم المنى، الله يبارك فيكي ماما. ماشي يا ابني هلا انت قد ايه مجمع مصاري لحتى تتجوز فيهم؟ ماشي ماما هلا بدي احسبهم. 5 ضرب 15 3 2. ماما انا مجمع 500 ليره. 500 ليره؟ طيب وين البيت؟ ماما بدي اسكن معكم. ماشي طيب وين ذهباتك؟ ماما انا عم فكر انه اخذ ذهباتك اعطيه اياهم وبس نتجوز برجع لك اياهم. طيب ماشي شو بدك تعطي للمعازيم؟ ماما بتعملي ملوخيه ورز وناكل كلياتنا مع بعض. لا حبيبي لا، هي احلام سعيده، انت لازم تعمل مثل ابوك. ليش شو عمل بابا؟ ابوك راح تدين وتجوز. عن جد بابا هيك عملت؟ ابني ايه انا هيك عملت وانا كثير ندمان لاني اخذت امك. انت ندمان لانك اخذتني؟ تعال عندي عادي. في واحد بارك ببيته بامان الله، جل عنده صديقه قال تعال نروح على الحديقه. صديقه قال ماشي وراحوا مع بعض. لما كانوا عم يتمشوا بالحديقه شاف اصدقائه التانيين فقال تعال نروح لعندهم نبرك عندهم شوي. صديقه قال ماشي وراحوا لعندهم، صاروا يتسلوا ويحكوا مع بعض ويشربوا دخان مع بعض. بعد شوي كبس عليهم الشرطه، كمشهم كلياتهم فتشهم واحد واحد. الشرطة ما شافوا معاهم شيء بس شافوا بالأرض كيس مخدرات. قالوا لمين هذا الكيس؟ فكل الشباب قالوا مو لإلنا. الشرطة قالوا لا هذا الكيس لواحد من بيناتكم، اعترفوا أحسن ما حطهم كلياتكم بالسجن. هذا الشخص قال أنا ما بعرف هذول الأشخاص أنا هلا شفتهم. الشرطة سألوا أصدقائه بتعرفوا لي هذا الشاب؟ الأصدقاء قالوا لا ما بنعرف أول مرة بنشوفه. فالشرطة قال معناها أنت عم تبيع المخدرات لهدول الشباب، كما شو حطوه بالسجن. لما الشرطة بحثوا الموضوع عرفوا إنه هذا الشاب بريء. قالوا مرة ثانية تبرك مع حدا ما بتعرفه. انقلع في شاب كتير فقير وعمره 28 سنة، أنا لازم أتجوز أجيب أولاد، عمي صار 28. فلما يروح يطلب بنت أبوها للبنت يطلب مهر ويطلب مصاري. بيوم من الأيام كان بالتواليت فكر بخطة حلوة، راح دور بالشارع وشاف بنت حلوة، راح لعندها وخطفها واخدها لعنده على البيت. قال ماما هاي البنت أمانة عندكم ليومين 3. أمه قالت ابني مين هاي البنت؟ قال ماما هي البنت أمانة عندكم بعدين بقولكم مين هي. الأم قالت ماشي ابني، وحطت البنت عندها في البيت. أبوها البنت دور عليها بكل مكان ما لقى لها أثر. بعد 3 أيام هذا الشاب حكى مع عمه وقال ماما روحي على بيت البنت واطلبي إيدها من أبوها. الأم قالت ماشي ابني، راحوا على بيتهم طلبوا إيد البنت للزواج. أبوها البنت قال البنت وين ليش؟ قال بنتك عنا، إذا ما زوجتنا إياها رح نرجع لك إياها وما حدا رح يتجوزها لأن هي مخطوفة كانت. أبوها البنت قال ماشي أنا موافق أزوجكم إياها. الشاب تزوج وما دفع ولا فرنك عادي. ألو مين معي؟ أنا مدير المدرسة المسؤول عن ابنك. تفضل أستاذ شو طلبك؟
ابنك عبد الله مفصول من المدرسة نهائيا لعدم حضوره شهر كامل في المدرسة. ابني ما حضر الدرس شهر كامل، حسابه عني. ماشي استاذ؟ ابني تعال عندي. تفضل بابا. عم يحكي معي الاستاذ، عم يقول لي صار لك شهر كامل ما عم تداوم، ليش؟ بابا بصراحة أنا عم بشتغل. بيشتغل؟ عم تشتغل؟ بابايا عم بشتغل وهدول هن المصاري $1500 بشهر واحد. جبت $1500. ماشي استاذ، الله معك. ابني بطل المدرسة. برافو عليك يا ابني، هذا ابني اللي ربيته. تعال عندي حبيبي. عادي.